عزيزي المواطن، تعاليم هامة يجب اتباعها عند ذهابك للبحر للاستجمام والسباحة. عليك مراقبة الأطفال جيدا، وخاصة صغار السن، ومتابعتهم سواء داخل الماء أو خارجه. عدم السباحة بشكل فردي حتى ولو كنت من أمهر السباحين. لا تسبح إذا كنت مريضا، ولا تدخل البحر بعد الأكل مباشرة. يمنع منعا باتا تقليد الزي الخاص بالمنقذ أو بالصفارة أو افتعال حالات غرق وهمية وتحت طائلة المسؤولية. الحذر عند استخدام الأدوات البحرية المائية، وخاصة تلك التي تنفخ بالهواء، والتأكد من سلامتها قبل دخول الماء. احذر من السباحة بالقرب من المناطق الصخرية لوجود تيارات حولها، وخوفا من الانزلاق والكسور. إذا تعرضت لتيار قوي وجرفك باتجاه ما، قم بالسباحة باتجاه التيار ولا تقاومه حتى تتلاشى قوة التيار. يمنع منعا باتا السباحة خارج فترة دوام المنقذين، والتي تبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء. إذا وجدت شخصا غريقا يحتاج لمساعدة، قم فورا بإبلاغ المنقذ، ولا تتعامل مع الحدث بشكل شخصي وفردي. المحافظة على نظافة الشاطئ فإنه عنوان حضارتنا. سلامتكم اهتمامنا.